السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من باريس معكم عبد العزيز مريمي الشاملة بريس. الآن معنا الأخت خديجة محمود التي تم اغتصابها من طرف بن بطوش إبراهيم غالي الإرهابي. الآن الكلمة للأخت خديجة. الحمد لله أنا اليوم موجودة في باريس، سعيدة وفي نفس الوقت متهمية من نفسي. الحمد لله الناس عارفة اللي بالمخيمات، وحقيقة المخيمات لازم تكون آجلا أم عاجلا. أنا ذاك العشت وذاك شافت عيني، لابد العالم يشوف ولابد يحس فيه، لأنها هاي الحياة اللي عايشين في المخيمات المذلة، والمذلة وبيها وحد يرضى المذلة لا يكون الباس إن شاء الله. أنا أعوذ بالله من كلمة موجودة اليوم كثير من القوة الحمد لله رب العالمين، وصافي وكرامتي اللي تم لن دفع إن شاء الله. موجودة مع محامية Manuel Navarro. والله يكمل بخير إن شاء الله. Muy buenas, mi nombre es Manuel Navarro, soy abogado en Derecho Internacional y el objeto por el cual venimos aquí hoy a París es el procedimiento que tenemos en contra de Brahim Ghali con objeto de los delitos de lesa humanidad y de violación. Por ello represento a mi cliente Hadiyetu Mohamed con objeto de presentarme y representarle a ella en los tribunales, tanto en España como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se han presentado diferentes demandas. Estas demandas van en relación a los delitos de lesa humanidad y delitos contra violación. También Brahim Ghali tiene expedientes en lo que son los tribunales en España sobre delitos de genocidio, torturas, trata de seres humanos, violaciones, y todo eso está instruyéndose en estos momentos en la Audiencia Nacional. Es por ello por lo cual en la comunidad internacional queremos hacer un llamamiento hacia los mismos con el objeto de que tengan conocimiento en qué situación está el Frente Polisario, que a todas luces entendemos desde esta parte que es una organización terrorista. Muchas gracias. شكرا لكم. أخت خديجة، نحن معك ندعمك، وإن شاء الله ربي يوفقك وتأخذي حقك من هذا العدو، وإن شاء الله المجتمع الدولي معك يساندك، ونحن كلنا خديجة، وكل النساء المغاربيات يدافعون عن خديجة في العالم، وكل الجمعيات المغربية تساند خديجة، وشعارنا الخالد والدائم الله الوطن الملك. زعيم جبهة البوليساريو تحت أنظار البرلمان الأوروبي. أشهر ضحايا الاعتداءات الجنسية خديجة محمود تخطو أولى الخطوات في مقر البرلمان الأوروبي لفضح ما تعرضت له من اعتداءات من طرف زعيم الجبهة الانفصالية. مسار قانوني تسلكه خديجة محمود لفضح جرائم زعيم الجبهة إبراهيم غالي ضمن معركة حقوقية طويلة. هنا في مقر البرلمان الأوروبي جلسة علنية خصصت للعنف الجنسي والاغتصاب في مخيمات تندوف. The abuse of power
الشطط في استعمال السلطة والاغتصاب واستخدام الوحشية في أوقات الحرب. يمكنني أن أعطيكم أمثلة. دعونا نتحدث عن خديجة محمود التي تتهم زعيم جبهة البوليزاريو بالاغتصاب عندما كانت تبلغ 18 عاما، وعملت كمترجمة لجبهة البوليزاريو في مكتب له من أجل تسهيل حصولها على تأشيرة للسفر إلى إيطاليا. وطالب الجلاد بممارسة الجنس لكنها رفضت فاغتصبها. في تفاصيل هذه المعاناة الإنسانية تحكي خديجة محمود الاغتصاب الذي تعرضت له من طرف زعيم الجبهة وهي لم تتجاوز 18 من عمرها. خلال اللقاءات التي عقدتها هذه الناشطة مع نواب أوروبيين نقلت تجربتها وواقع نساء يعانين في صمت. شهادة مليئة بالوقائع كانت مناسبة لدق ناقوس الخطر لواقع حقوق الإنسان بالمخيمات. أناضل من أجل حقوق الإنسان وأعود هنا في البرلمان الأوروبي لواقعة الاغتصاب وتقديم نظرة على واقع النساء في مخيمات تندوف، لأن الكثير في البرلمان الأوروبي لا يعلمون حقيقة أوضاع النساء في المخيمات. أنا هنا لأول مرة، وحادثة الاعتداء الجنسي خلفت أثرا كبيرا في نفسي. التقيت الكثير من البرلمانيين وكانت فرصة لتقاسم تجربتي ودق ناقوس الخطر إزاء وضع النساء في تندوف. ابتزاز وتحرشات واعتداءات جنسية جزء من مسلسل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، وأبرز نواب برلمانيون في هذا السياق الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها النساء من طرف قيادي الجبهة. على المنظمات الدولية أن تتحمل المسؤولية، لأن هناك اهتمام أقل بالموضوع، وسوف ندندد بالأمر في الأمم المتحدة. إن المجتمع الدولي مدعو لأن يتحمل مسؤوليته. يجب أن يكون هناك اهتمام، ولا يجب أن ننسى أن هناك نساء وأطفالا يعانون من سوء المعاملة في مخيمات تندوف. رغم محاولات مجموعات محسوبة على الجزائر والبوليساريو لثنيها عن إسماع صوتها، فإن خديجة محمود نجحت في نقل معاناتها إلى المجتمع الأوروبي، وسلطت حالة هذه الناشطة